يتكلمون عن طريقة السلف والسلف الصالح، والسلف الصالح عندهم يعني ابن تيمية ثم أحمد بن حنبل. هو ليش السلف الصالح؟ السلف الصالح هم الصحابة. طبعا ماذا كان عليه الصحابة؟ صمت كصمت القبور، لا يعرفون ماذا كان عليه الصحابة. بعضهم لا يتصور ما كان عليه الصحابة بالفعل، وكيف كانوا يتعاملون مع البلاد المفتوحة. ليس لهم أي تصور. يعني لو سألت أحد مثلا من أدعياء السلفيين لديهم ملتقى أهل الحديث، البلاد المفتوحة بلاد الشام كانت مملوءة بالخمور، مصانع الخمور والخمارات والى آخره عند أهل الذمة. كيف تعاملوا؟ أقفلوها؟ طبعا ما أقفلوها. أتلفوا ممتلكاتهم الخمور؟ لم يتلفوها. ماذا حصل؟ خنازير، بقى خنازير يأكلون خنزيرهم ويبيعوا ويشتروا. وقد روي أن بعض من كان يجمع الجزية من أهل مصر كان يأخذ خنازير وخمور، فأنكر عليهم وقال اذهبوا معهم إلى السوق وبيعوها وخذوا منهم نقدا حتى تولهم بيعها. يبقى لمن يبيع؟ إذن في السوق كان في سوق الخنازير وفي سوق الخمور أيام عمر بن الخطاب. هذا لا يتصوره الجماعة. يتصورون أيام عمر مثل أيام ابن سعود الكالحة الكئيبة. فاهمين كيف الموضوع؟ ما هم فاهمين، ما يدرون.